يا ترى ليه في ناس أول ما تتكلم الناس بتسمعها وتقتنع بيها بسهولة، وليه في ناس رغم إنها ممكن تكون صح محدش بيتأثر بكلامها؟ الحقيقة إن الإقناع مش موهبة، الإقناع علم ومهارة نفسية خطيرة جدا. في ناس تقدر تقنعك إنك تشتري حاجة أنت أصلا مش محتاجها، وفي ناس تقدر تهدي شخص غضبان أو تكسب عميل. لو دي أول مرة تشوفني، أنا دكتورة أميرة البكتورسي، طبيبة نفسية ومدرب معتمد في إدارة الضغوط والأزمات النفسية، ومعايا ماجستير في إدارة الإبداع والتغيير، وعضو في أسرة طب القلب النفسي المصرية. خلال شغلي مع ناس كتير اكتشفت ان اغلب الناس فاكرة ان الاقناع معناه انك تتكلم كتير، لكن الحقيقة العكس تماما. الشخص المقنع مش اكتر واحد بيتكلم، الشخص المقنع هو اكتر واحد فاهم النفس البشرية. في الحلقة دي هقولك اخطر اسرار فن الاقناع، وازاي تخلي كلامك مؤثر سواء في شغلك او في علاقاتك او حتى مع اولادك. اول سر في الاقناع: الناس بتشتري المشاعر قبل المنطق، وده السبب انك ممكن تشرح لحد مليون سبب منطقي وبرضه ما يقتنعش خالص، لان الانسان بيتخذ القرار بالمشاعر وبعدها يبدأ يدور على منطق يبرر فيه قراره. لو عايز تقنع حد لازم الاول تخليه يحس ان هو مفهوم ومسموع. اوعى تهاجمه. مثلا بدل ما تقول لابنك انت غلطان ومهمل، قوله انا حاسس ان انت مضغوط الفترة دي، تعال نفكر مع بعض. شفت الفرق؟ اول جملة هتخليه يقاومك، لكن الجملة التانية هتخلي عقله يتفتح لكلامك. تاني سر في فن الاقناع: الناس مش بتحب اللي يحسسهم ان هم قليلين. في ناس وهي بتناقش حد بتحاول تكسب المعركة فبتخسر الشخص نفسه. الإقناع مش إنك تثبت إنك الأذكى، الإقناع إنك تخلي الطرف التاني يحس بالأمان وهو بيغير رأيه. مرة مدير كان كل ما الموظف بيغلط بيحرجه قدام الناس، فالفريق كله بقى عنيد ومتوتر. بعدها بدأ يغير طريقته، بقى يقول أنا شايف إن أنت عندك إمكانيات بس محتاجين نطور النقطة دي. والنتيجة: الناس بدأت تسمع له وتتقبل النقد بسهولة، لأن الإنسان بيقاوم الإهانة حتى لو كانت الحقيقة. ثالث سر: اسمع أكتر ما تتكلم. أغلب الناس وقت النقاش بتفكر هترد بإيه، مش بتحاول تفهم. لكن الشخص المقنع بيسأل الشخص اللي قدامه إيه اللي مضايقك؟ إيه اللي مخوفك؟ إيه اللي مخليك ترفض الفكرة دي؟ كل ما فهمت دوافع الشخص كل ما عرفت تدخل لعقله بسهولة. رابع سر الفن الإقناع: استخدم أسلوب القصص. العقل ممكن ينسى الكلام، لكن نادرا ما بينسى القصة. عشان كده أقوى المتحدثين والمسوقين والقادة بيستخدموا القصص. لو عايز تقنع حد بخطورة التوتر مثلا، احكي له قصة حقيقية، هيتأثر أكتر بكتير جدا من انت تقوله عشرات المعلومات عن التوتر. لو عايز تقنع ابنك بالثقة بالنفس، موقف واقعي هيعيش في ذهنه أكتر بكتير من النصايح المباشرة. خامس سر فن الإقناع: إنك تخلي الشخص يحس إن هو صاحب القرار. من أكبر أخطاء الإقناع إنك تضغط على الشخص. كل ما الإنسان بيحس إنه مجبر هيبدأ يقاوم، لكن لما تحسسه إنه هو حر بيقتنع أسرع. بدل ما تقوله لازم تعمل كده، قوله إيه رأيك نجرب الطريقة دي؟ بدل ما تقول أنت لازم تتغير، قوله شايف إيه اللي ممكن يساعدك تبقى مرتاح أكتر. الناس بتحب تحس إن هي مسيطرة، ولكن مش بتحب تحس إن هي مجبرة. سادس سر الفن الإقناع هو لغة الجسد. أحيانا طريقة كلامك أهم من الكلام نفسه. لما الشخص يكون بيتكلم بثقة بهدوء بنبرة مستقرة، بيبص كويس في عين اللي قدامه، ساعتها بيكون أكثر إقناعا. حتى السكوت أحيانا بيكون أقوى من الكلام. وفي المقابل الشخص المنفعل جدا اللي بيتكلم بسرعة أو بخوف بيخلي الناس تشك في كلامه حتى لو صح. سابع سر في فن الإقناع: ما تحاولش تقنع كل الناس. دي نقطة مهمة جدا. في ناس مش عايزة تفهم أصلا. في ناس داخلة النقاش عشان خاطر تنتصر مش عشان خاطر تسمع. ذكائك النفسي إنك تعرف مين يستحق طاقتك ومين لأ. أهم حاجة لازم تعرفها إن فن الإقناع الحقيقي مش تلاعب بالناس. الإقناع الحقيقي
إنك تعرف توصل فكرتك باحترام، بوعي، بذكاء نفسي. وكل ما كنت هادي، واثق من نفسك، وفاهم الناس وفاهم اللي قدامك، كل ما تأثيرك زاد. وعشان كده أنا دايما بقول إن أقوى شخص مش اللي صوته أعلى، أقوى شخص هو اللي بيعرف يدخل القلب والعقل بهدوء. لو انت حابب تطور مهاراتك النفسية وتتعلم التحكم في الضغوط والانفعالات، وعايز تتعلم فن التعامل مع الناس وفن التعامل مع الشخصيات الصعبة، أنا عملت كورس كامل بعنوان إدارة الضغوط والأزمات النفسية في بيئة العمل. هتتعلم فيه بشكل عملي فن التواصل والإقناع وإدارة المشاعر وحل المشكلات وبناء الثقة بالنفس والتعامل مع الشخصيات الصعبة والنرجسية. لو حابب تعرف التفاصيل هتلاقيها في الديسكريبشن. وقبل ما تمشي اكتب لي في التعليقات مين أكتر شخص تعرفه عنده قدرة رهيبة على الإقناع، وإيه أكتر صفة مميزة فيه. ولو شايف إن الحلقة دي هتفيد حد ابعتها له.